بظهور ال AI ابتدت تظهر حاجات جديدة ما كانش الواحد يتوقعها، بداية من الروبوت لحد الشات جي بي تي، واللي يعتبر إنجاز بمعنى الكلمة بسبب اللي بقى يقدر يعمله. ازاي ده بيحصل؟ هو عبارة عن إيه؟ وهي دي حكاية النهاردة على كودكس لاين. قبل أي حاجة لازم نعرف يعني إيه شات بوت، ونقدر نعتبره نفس اللي بتعمله خدمة العملاء ولكن بشكل أوتوماتيك، زي الأنسر ماشين كده، متبرمج على أسئلة معينة وبيرد عليها بإجابات أنا محددها له. والشات بوت تقدر تلاقيه منتشر في كتير من المواقع، خصوصا اللي بتقدم خدمات واللي لازم يبقى عندها جيش من خدمة العملاء علشان يتلقوا الأعطال والشكاوى من العملاء. وابتدوا يفكروا هو ليه الشات بوت ما يبدأش يفكر لوحده ويجاوب على أسئلة بدون ما أكون محددها له. ومع التقدم الكبير في علم ال AI ابتدوا يضيفوا للشات بوت إمكانيات تخليه يحاكي مخ الإنسان. وأفضل مثال للدمج بين الذكاء الصناعي ال AI والشات بوت هو الشات جي بي تي، واللي يقدر يجاوب عليك بدون ما أكون مبرمجه على أسئلة معينة، لا ده بيفهم وبيتعلم وبيجاوب كأنه إنسان بالظبط. ولو ركزنا شويتين للوهلة الأولى هنحس إن ده نفس اللي بيعمله السيرش انجينز، يعني محركات البحث زي جوجل وبينج، ولكن في فروق كبيرة ما بينهم. أولا محركات البحث لو جيت دورت فيها عن حاجة هتلاقي مقالات كتير وبتسيبك انت تدور، ولكن في الشات جي بي تي الموضوع مختلف تماما، واللي بيظهر فيه دور ال AI انه بيدور جوه كل المقالات دي على شيء مشترك والإجابات اللي اتعلمها من ناس تانية سألته عن نفس الحاجة، وبيكتب لك إجابة مفصلة وبطريقة كأنه إنسان اللي كاتبها. وكمان تقدر تخليه يساعدك بحيث إنه يقدم لك بدايل للإجابات بتاعته بحيث إنها تناسبك أنت بس. واستخدام الشات جي بي تي ما اقتصرش بس على الدعم الفني وخدمة العملاء، ولكن الناس ابتدت تعتمد عليه في حاجات تانية كتير وكانوا مبهورين من أدائه الجبار. زي هنا مثلا واحد بيسأله عن عملية حسابية وحاول يغلطه، ولكن الشات جي بي تي كان ذكي لدرجة انه كان بيأكد ان اجابته هي اللي مظبوطة. وواحد تاني بيسأله عن نكتة، وغيره بيسأله عن خطة تسويق لشغله وكمان ازاي يطوره. وحتى كمان ده يقدر يرتب لك جدول ليومك. وكمان حاجة زي البرمجة بقى يقدر يدخل فيها ويكتب كود 10/10، وكل مرة بتبقى أحسن من اللي قبليها. حتى الفن ما سابوش، بقى بيقدر يكتب أغاني وتقدر تعدل كمان عليه وتخليه يكتب بطريقة معينة. وما وقفش التطوير في شات جي بي تي لحد كده، لأن في 2023 أصدروا جي بي تي 4 واللي أضافوا ليه إمكانية تحليل الصور. وابن حميد أفندي القرصان المفتاح الذهبي للباخرة العظيمة نورماندي 2 ويديك وصف دقيق لإيه اللي في الصورة. زي هنا تقدر تديله أوراق بحث وتطلب منه إنه يلخصها لك. والسر ورا ده هو الذكاء الصناعي، واللي هيوضح أكتر في المثال ده. عندي آلة زي دي بديها شوية مدخلات بتديني مخرجات، وبتقدر تظبطها زي ما أنت عايز بحيث المخرجات اللي هي بتديها لي تبقى قريبة من النتيجة اللي أنا متوقعها. وكل مرة اللي تخرجه ما يكونش مظبوط أقوم مغير الإعدادات بتاعتها، وبعدين أحاول تاني واستنى إن النتيجة تكون أفضل، وأقدر أضيف كام مكنة جنب بعض وأعمل زي خط إنتاج، واللي يقدر ينتج لنا حاجة معقدة أكتر. وفي ال AI بنسمي الشكل ده موديل، أي نموذج، وده بقى أهم شيء في ال AI كله. وبدل المكنة دي بتبقى معادلة ما، والكذا مكنة اللي جنب بعض دول أو خط الإنتاج بيتقال عليه نيورال نتورك، أي شبكة. والإعدادات اللي بنظبطها دي بنقول عليها ويتس علشان هي اللي بتوزن المعادلة. والمدخلات هو السؤال أو الصورة، والمخرجات بتكون إجابة السؤال ده أو تعريف للصورة. وتقدر تخلي الموديل ده أذكى بإنك تضيف له أكتر من معادلة، وممكن يبقوا مختلفين وترتيبهم مش أفقي بس، ممكن يكون رأسي كمان. ونقدر نلاحظ كمان إنها متقسمة في شكل طبقات layers، ولو في أكتر من layer أي طبقة بنقول على اللي في الأول input layer لأنها مسؤولة عن معالجة المدخلات، والأخيرة هي ال output layer لأنها مسؤولة عن معالجة المخرجات، واللي في النص دول بقى بنقول عليهم hidden layers. واسمها hidden لأنها ممكن توصل لأعداد كبيرة جدا، ولأنك كمان بتستخدم الموديل على بعضه ومش لازم تعرف ايه هي المعادلات دي ولا حتى ترتيبها. علشان كده ظهر علم ال AI Model Architecture علشان يبقى هو المسؤول عن بناء الموديل ده. وعملية تظبيط الويتس بنسميها ال AI Model Training، أي عملية تدريب الموديل. وممكن توصل عملية تدريب الموديل زي الموديل اللي استخدموه في شات جي بي تي
لأكتر من 355 سنة لو استخدمتها على جهازك العادي علشان تقدر توصل لأفضل معادلة مع ويتس مظبوطة. وعلشان كده ظهرت الكوانتم كمبيوترز، حاجة كده خارقة للطبيعة، ودي لها حكاية تانية بالتفصيل. وزي ما في تخصصات في شغل الإنسان، ده عامل، ده فنان، ده مهندس، ده محاسب، وهكذا، برضو في AI موديل مختلف، وكل واحد فيهم متخصص إنه يحل مشكلة معينة. يعني مثلا الموديل اللي يقدر يحدد الحاجة اللي في الصور وموجود في معظم كاميرات المراقبة دلوقتي، مش زي اللي يقدر يحول الصوت لتكست أي نصوص، واللي موجود في أجهزة وتطبيقات في السوق فعلا زي جوجل أسيستنت اللي تقدر تلاقيه على موبايلك، أو جهاز أليكسا من شركة أمازون. والطفرة بقى الجديدة في موضوع شات جي بي تي إنه بقى يقدر يدمج بين أكتر من موديل، بالبلدي بتاع كله يقدر يتعامل مع أي مشكلة. علشان كده بقى اسم الموديل بتاعه اللارج لانجويج موديل. وبقينا بنسمع أرقام خرافية للباراميترز بتاعته اللي هي الويتس، واللي بتوصل ل 175 مليار بارامتر. والرقم ده كل ما يزيد أكتر، كل ما قدرة ال AI ده إنه يعالج حجم بيانات كبير اللي هي الانبوتس في المرة الواحدة بتزيد بشكل كبير. ولكن رغم إنه باين قوي إنه عظمة على عظمة، مازال في مشاكل، زي إنه بيجاوب بعض الأوقات إجابات خاطئة لأنه مبني على مفهوم التعلم من الأخطاء. وكمان ما يقدرش يجاوب أسئلة معقدة، ولو دخلت معاه في نقاش طويل يتوه منك. وما يقدرش يجاوب الأسئلة الغير مباشرة، يعني لو عايز تسأله خلي سؤالك مباشر، مثلا ما هي عاصمة مصر، هيقول لك الإجابة، لكن لو طولت عليه أكتر من كده هيهنج منك. وكمان الأسئلة عن المستقبل بيظل عاجز عن إجابتها. والحاجة المهمة إنه ما يقدرش يستنتج معلومات جديدة، يعني المعلومات اللي اتدرب عليها ما يقدرش يستنتج منها معلومات تانية زي اللي بيحصل في مخ البني آدم، بمعنى إنه ما بيفهمش. بالمختصر هو آخره إنه يحلل المعلومات فقط. وبالفعل كل النقط دي هما بيصلحوها وبيجروا في الموضوع بطريقة رهيبة، وخاصة إنه عمل اللي مفيش أداة عملته، إنه وصل لملايين المستخدمين في 4 ل 5 أيام بس. الموضوع يبان مخيف، وفعلا ناس كتير ابتدت تحس إن ال AI هيستبدلهم، ولكن الأكيد إن ده مش هيحصل في المستقبل القريب، لأن لسه قدامه سنين على ما نقدر نعتمد عليه وما نراجعش وراه. وبكده انتهت حكايتنا على كودكس لاين. وتقدروا تكتبوا في الكومنتات هل الشات جي بي تي ممكن يستبدل مبرمجين ووظائف تانية كتير قريب؟ واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات كودكس لاين، والسلام عليكم.